السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. النهارده هكمل معاكم سلسلة المخبوزات اللي احنا بدأناها مع بعض. بس النهارده هقدم لكم وصفة حلوة جدا واقتصادية جدا وبجد سريعة قوي. يعني لو عايزة وصفة من غير سمنة ولا زبدة ولا بيض ولا لبن، حاجة كده اقتصادية جدا وفي نفس الوقت طعمها حلو، يبقى هي قراقيش الصاج الواحدة. هتطلع معاكي بالجمال ده من غير بقى فرد كتير أو تقطيع وتشكيل. بجد في نص ساعة بالظبط من غير تخمير هتبقى جاهزة معاكي. أول حاجة هنا خالص أنا جبت بولة حطيت فيها نص كوباية مية من مج الشاي اللي احنا بنستخدمه في البيت، وبتكون مية دافية، يعني قريبة شوية ان هي تكون سخنة، ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقتين سكر. وقلبي كويس جدا لغاية ما تتأكدي ان الخميرة بتاعتك نشطة، واركنيها على جنب علشان نبدأ في المواد الجافة. المواد الجافة معايا أنا استخدمت نص كيلو دقيق يعني 500 جرام، بما يعادل 4 كوبايات من المج الشاي العادي بتاعنا. وحطيت عليهم رشة ملح وكمان معلقة كبيرة ينسون. اليانسون هنا اختياري يعني حسب الرغبة، ممكن تستبدليه بالكمون أو الشمر أو كمان السمسم. أهم حاجة إن انتي بتحمصيه شوية على نار هادية جدا من غير أي مواد دهنية خالص. بتشوحيه كويس لغاية ما تشمي بس ريحته، وبعدين بتضيفيه على الدقيق. بتقلبيه كويس جدا وبعدين بنضيف كوباية إلا ربع زيت، يعني كوباية إلا ربع أو كوباية إلا معلقة كبيرة زيت خالص من غير أي سمنة أو زبدة أو أي حاجة خالص. قلبي بقى كده كويس جدا. والمرحلة دي مهمة قوي علشان العجينة بتاعتك ما تديش عرق، فلازم تبسي الدقيق كويس جدا مع الزيت، أو معنى تاني ان انتي تفركي الدقيق مع الزيت لغاية ما يختفي تماما. القراقيش زيها زي أي نواعم تانية، مثلا الكحك أو المنين اللي احنا عاملينه مع بعض كان تحفة. أنصحك انتي تروحي تشوفي الفيديو، بجد كانت وصفة حلوة قوي. المفروض ان العجينة بتاعت النواعم عموما ما تديش عرق خالص، يعني تتقطع معاكي بسهولة. فحتة البست دي مهمة قوي هنا علشان العجينة ما تديش عرق وما تقلبش معاكي قرص او تبقى طرية قوي من جوه. لا، احنا المطلوب ان هي تبقى ناشفة شوية. انا هنا خلاص الدقيق كله اختفى. هضيف بقى الخميرة مع السكر مع المية اللي انا كنت عاملاهم بعد ما اتأكدت ان الخميرة بتاعتي نشطة وشغالة. اول حاجة لما تيجي كده تعجنيهم مع بعض هتحسي ان العجينة بقت مية. ما تقلقيش جدا، واوعي تضيفي دقيق او اي حاجة تانية، لا كملي بس عجن. وهتلاقي ان هي رجعت اتمسكت تاني، وبقت بالعكس بقت ناشفة ومحتاجة للسوائل اكتر. فاعجني كده بالراحة وهاتي من تحت لفوق ومن كل الجوانب، وخدي وقتك. مفيش اي مشكلة خالص طالما المقادير مظبوطة. مش هتدي معاكي عرق حتى لو عجنتيها كتير. زي ما قُلت لِك كده هتلاقي إن هي مفرولة وبدأت إن هي تنشف. فهنكمّل برضه بقية السوائل بتاعتي. زي ما قُلت لكم أنا الوصفة دي اقتصادية خالص، يعني من غير لبن ومن غير سمنة. لكن طبعًا لو أنتِ حابة إن أنتِ تعمليها نفس المقادير دي بالضبط، بس تستبدلي المَيّة باللبن، ما فيش أي مشكلة خالص. أنا هنا بقى هاضيف كمان نُص كوباية مَيّة، طبعًا بالتدريج لإن كل دقيق يختلف عن التاني. وهالِم بقى العجينة في المرحلة دي لغاية ما تتلم معايا زي ما أنتِ شايفة كده وتدّيني كورة واحدة. ما شاء الله حلوة جدًا، وزي ما بتفتحيها كده تتفتح معاكِ، يعني ما بتدّيش عرق خالص. ولمّا تيجي تقطّعيها زي ما أنتِ شايفة كده بتتقطّع، أول لمّا تيجي تشدّيها تتقطّع معاكِ. ده معناه إن هي العجينة ناجحة جدًا، وهو ده المطلوب في القراقيش عمومًا. هاسيبها بقى كده بعد ما كوّنت كده كورة. هاسيبها كده واغطّيها بس هترتاح لمدة نُص ساعة. أنا مش هاسيبها تخمر خالص، لإن القراقيش بتخمر بعد التشكيل، لكن أنا بس هاريّحها شوية علشان تبقى سهلة معايا في الفرد. الصاج اللي أنا هاستخدمه النهارده هو صاج 30 في 40. أنا هنا كده خلاص بعد ما سِبتها ارتاحت نُص ساعة، وهامسكها على طول في الصاج وهابدأ إن أنا أفردها. يعني مش محتاجة أبدًا إن أنتِ تفرديها الأول وبعدين تحطيها في الصاج. تمسكيها كده وتبدئي بقى إن أنتِ تفرديها في الصاج بتاعِك. ممكن تستخدمي أي صينية حتى لو ليها حواف عالية ما فيش مشكلة خالص. أهم حاجة بس تكون يعني صينية أو صاج محمّلة شوية علشان تستحمل القراقيش وما تتحرقش أو تتلسع منِّك.
طبعًا أنتِ بتبقي عارفة الصواني عندِك إيه هي اللي بتتحمل الحرارة لمدة طويلة أو مش بتحرق العجين بتاعِك. افردي بقى كده كويس، وحاولي بإيديكِ كده إن أنتِ تضبطي كل مستوى العجين يبقى كله واحد كده بطراطيف صوابعِك الجوانب وفي النُص. حاولي دايمًا تبقى هي كلّها سُمك واحد عشان تطلع معاكِ في الآخر سُمك واحد. طبعًا أنا باشكركم جدًا، جدًا على تعليقاتكم الحلوة، والحمد لله القناة بتكبر يوم عن يوم بيكم، وإن شاء الله نكبر أكتر وتفضلوا معايا وربنا يديمكم نعمة في حياتي، وأوعدكم إن الفترة الجاية تبقى فترة مميزة جدًا. كل سنة وأنتم طيبين، إحنا على دخلة رمضان، طبعًا قلوبنا كلها بتستعد، وبنستعد إحنا كمان نعرف وصفات ممكن توفّر علينا وقت ومجهود. فإن شاء الله الفترة الجاية هانزّل لكم فيديوهات خاصة جدًا برمضان، حاجات حلوة أوي هتعجبكم، هتوفّر معاكم وقت ومجهود وفلوس. فتابعوني، وإن شاء الله لو أنتِ أول مرّة تشوفيني اشتركي في القناة. أنا مي شاهين، وأتمنى إن أنتِ تكوني واحدة من أسرتنا الجميلة على اليوتيوب. الحركة دي سهّلت عليَّ شوية، إن أنا باحط كده stretch wrap أو أي كيس بلاستيك، كيس مثلًا تلاجة افتحيه وحطيه وامشي كده بالعجلة بالراحة. ده بيساعد أوي إن السطح بتاع القراقيش بتاعِك يبقى ناعم، وزي ما أنتِ شايفة كده أملس خالص غير الإيد كمان. وبعدين ابدئي بقى إن أنتِ كده قطّعيها، هتقطّعيها على حسب ذوقِك، أنتِ عايزاها مثلًا قصيّرة، ممكن تكون أرفع من كده أو سميكة عن كده، يعني عريضة عن كده، اللي أنتِ شايفاه واللي أنتِ تفضّليه طبعًا. بس أنا باحب أخلّيها طويلة شوية عشان بقى لمّا نيجي كده نسقسق بقى في الشاي باللبن تبقى تمام. زي ما أنتِ شايفة كده، هاقطّع بقى الصاج بتاعي كلّه، وبعدين هاقطّعه بالعرض كده. قطّعته بالعرض الأول وبعدين بالطول، زي ما قُلت لِك التقطيعة دي على حسب رغبتِك، وكمان أنتِ ممكن تقطّعيها سمبوكسة يعني، اللي تفضّليه. ما شاء الله، بجد تحفة. في نُص ساعة بس عجنتيها وشكّلتيها ورصّيتيها، بجد اختراع، حلوة جدًا. هاغطّيها بقى وهاسيبها تخمر لمدة ساعة، ممكن في الجو الحَر شوية نُص ساعة كفاية. ما تسيبيهاش تخمر أوي، وما تقلقيش خالص التشكيلة بتاعتها مش هتروح، أو التقطيعة دي مش هتختفي، لإن هي زي ما قُلت لِك عجينتها ما فيهاش عرق من عجينة النواعم، زي مثلًا الكحك، فما تقلقيش خالص. وده كده شكلها بعد ما خمرت لمدة ساعة، عملت شكل مونبيه كده وطلعت لفوق شوية. هتدخل على الفرن، أنتِ تكوني مسخّناه قبل كده لمدة 10 دقايق على نار هادية، لمدة من 35 دقيقة لغاية 40 دقيقة، بس خلّي بالِك عشان تدّيكِ نفس اللون الموحّد ده. حاولي إن أنتِ تديّري أو تقعدي كده تغيّري في الصاج كل شوية تلفّيه مرّة يمين ومرّة شمال كده، علشان تاخد كلّها نفس اللون الرهيب ده. ما شاء الله، بجد تحفة، وصفة اختراع، حلوة جدًا، هتطلع معاكِ مقرمشة وهشة جدًا، ومناسبة جدًا لو أنتِ مستعجلة، وموفّرة جدًا، جدًا. واستنيني في